تنويه: أحداث هذا المسلسل مستمدة من الخيال وليس لها أي علاقة بالواقع. الأحداث والشخصيات والأماكن افتراضية ولا تمثل أي منطقة بعينها. الحوار خليط من كل اللهجات العراقية والعربية، وهذا مقصود ومحسوب بعناية. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. مخنوق النور وما يطلع، لو كل دنياك ياخذها الظالم وما يشبع، من الدنيا بعكسك تفتر، حتى اقرب ناسك يتغير، من الدنيا بعكسك تفتر، حتى اقرب ناسك يتغير. يصير تحت حكم كافر. أودعناكم. الله يحفظك وليدي. عقاب، ايش رايد؟ هملك عن تطلع بعد اللي سويته؟ أنا نادم يا أخوي، الله يخليك خلصت من الندم اللي أنا بيه. أخ لا، مو أنت ابن عمي الوحيد، كان قتلتك وخلصت الوادم منك، بس تبقى ابن عمي الوحيد، شو أسوي؟ اقتلني وخلصني. عمي أترجاك اقتلني وخلصني. اهدى وليدي اهدى.
يكون عجبك الزاد يا شيخ. يقولون طيب الزاد من طيب اللي طبخه، وانتي معدن الطيب واصله. تسلم يا شيخ، والف عافيه، هني ومري. عمرك شيخ. تعب. امرني شيخ. انا ضايج. شنو رايك تجيب لنا البنات وتسوون حفله طرب؟ اي تدلل. بس شيخ العفو، اني اشوف الديره منكوبه والناس حزنانه، ليش ما تاجلها على باكر واسوي لك جلسه ما صاير مثلها؟ واذا انا كان عاجبني اسمع طرب. انت تأمر وتتدلل شيخ. عافية عليك. جيبهم. ها شو عاوج وجهك؟ من انت؟ انا الشيخ عقاب. هلا الشيخ عقاب، تفضل. زاد فضلك. يا الله يا مسهل. شيخ الفار وقع بالمصيدة. عافية عافية. وهاي كل ما بالسالفه شيخ قاصد. مو خوش خبر والله، مصيبتكم سودة يا ابن ابوك. والمشكله الكبيره قضيتهم ويا كاسر، هذا اللي يشتري الشر شرايه. الله يعينكم على هالبلوه. على العموم لا تشيل هم، ان شاء الله انا باكر من الصبح طالع على كاسر واشوف السالفه شنو، بعدين يعني الاكبر منها انحلت، مو مشكله، وما ارجع من يم كاسر الا حال الموضوع وما يكون لخاطركم طيب. نشكر منك شيخ قاصد، دائما مخجلنا مواقفك الطيبه. يا الله هذا واجبنا، لا تشكرني على شيء، بعدين مصيبتكم مصيبتنا. السلم لي على الوالد هوايه. يوصل سلامك، اودعناكم. الله معاك، مودع.
عقاب لا تخاطر بروحك، احنا 3 وانت 1. عقاب ذب سلاحك، وعد من الشيخ كاسر ما حد راح يأذيك. ليش ما تسمع الكلام؟ ذب سلاحك لا تنقتل بيه. ابو عقاب ابو عقاب عقاب وينك شو تاخر؟ لا تخافين ساعة زمان ويجي. وين دزيته؟ بس قل لي وين دزيته؟ لا تحيريني بأسئلتك هاي، روحي واني اجي اسولف لك، امشي. ايش طولك يا ليل، ايش طولك يا ليل، مخنوق النور أنا مو قلت لك ظل بحضن أمك ولا تطلع بنص الليل؟ ايش رايد مني كاسر؟ سلامتك. احنا حبينا نضيفك بس الظاهر انت ما تحب ضيافتنا. ورجالك شنو ما علمتهم شلون يتلقون الضيف؟ ايش بيهم؟ رجالي عيونهم عيون البومة، بس يشوفون فار طالع من جهره يقبضون عليه. هل انت قدامي؟ شيخ شنو اللي تأمر به؟ اخذوا لي المكان اللي قلت لكم عليه. تأمر. يلا ولد. حاير بنت عمك ثريا بنت حمايل، وبنت حمايل تريد زلمه حوك، ما تريد طيب وفقير. هذه الطيب والفقير يا ابني ما تمشي بسوق النسوان. يعني الا الواحد يقتل ويصلخ يلا صير رجال قوي؟ اها، منو قال هذا الحكي؟ احنا دا نقول لك سير قوي، بحيث بنت عمك لو سيرت بمكان وراحت وياك ظلك يتشوشي عليها. هاي سهله افديها بروحي. هاي سهله تفديها بروحك، هذا كلام، احنا نريد فعل. ابني هاي بنت عمك نمره، هسه انت لا تصير اسد، صير نمر مثلها. ليش ما سميتني اسد؟ يا ابني هي مو بالاسماء بالافعال. اي بالاسماء. هسه هذا مو الشيخ كاسر، صار شيخ على عرب الهيمه، اسمه كاسر وصار كاسر. حاير كاسر مو شيخ، كاسر فد واحد سلاب اجى القريه قاعها هشه، جمع كم سلاب وصار شيخ عليهم. هسه عوفنا من شغله كاسر. شو اسوي انا هسه؟ انا اقول لك شو تسوي، تروح تبدل ملابسك وتاخذ التفقه وياك وتروح لبيت عمك وتقول للثريا خلينا نطلع على المشارف نصيد، وبلكي هناك كلمه منك وكلمه منها وربنا ييسر. شو تقول؟ خوش علي. يلا توكل. هلا بالشيخ. هلا بالشيخ. يلا الشيخ. ها بنت عمي. هلا بابن عمي. شلونك؟ زينة وانت؟ اني كل زين. كنت ناوي اروح للصيد، قلت خل امر على بنت عمي واعزمها وياي، شنو رايك؟ صيد ايش؟ كل شيء نصيد، ذيابه، غزلان، ضباع، شو نشوف نصيده. يعني انت متعود بالعادة تصيد ضباعة، تصيد ثعالب، لو أول مرة لو شنو؟ اها صدق كذب، قهراني صياد معروف، سئل الديره عليه. انا ابوي وعمي ما يطلعون اذا مو انا وياهم. يلا عجبتني الفكرة، مشينا يلا. لا مو انا، يعني قلت شوي نرتب الامور ونطلع. ما تحتاج كل ترتيب، مشينا يلا. اي نروح، بس لازم نحضر اكل، نحضر اشياء، ناخذ ويانا خيمه شعر، يجوز يطر علينا الليل.
يعني نبات هناك. لا ما يحتاج، عندنا بايتين هناك. هو اصلا ابويا ما يقبل اطلع بعيد عن الديره، فما نحتاج شيء. لا مو انا ابوي وعمي قلت لهم. اوقف لعد، اجيب تفكتي واجي. يجي يوم ونلقى نفسنا برا هاي الديره. هاي كلها لين الشيخ اخذ وياه متعب للسوق. انت جاي تحكي صايح. متعب صار الاول والاخير بهاي القريه. متعب صار من عندنا وبينا، والزلمه انقذ حياه الشيخ من الموت، ومكان ما ذمه المفروض نجازيه. انت ظل تشلب بهاي السالفه، انقذ الشيخ وانقذ الشيخ، ما عنده غير سالفه. كاف اسكت يا متعب. ما اعرف، انتم تخافون من عنده؟ اسكت اقول لك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. وانت مهاوش شبيك؟ اخرس؟ لو لسانك مقصوص، لو خبل ما ترد السلام. ما اسمح لك، ما بيناتنا هاي الميانه. ولك انت هم قلب سمكه، ولك مهاوش. احنا قاتلنا سوا، وكان بيننا وبين الموت شعره، وواحد دافع عن الثاني. بعدك واكثر من هاي الميانه. اسمعني مهاوش، انا ما جاي هنا وعند نيه لو قصد باي شيء تفكر بيه. انا جاي اعيش ويا اخوتي وحالي من حالكم. متعب خو الزلمه، اخ ونعم الاخ. كان ما تقول له، ما تقول له هذا ابو راس. هسه شو اسوي؟ انزل الامان لو شنو؟ نزلها منا؟ اي منا. يلا شويه شد لها يا حايل. وريت. يلا هسه شنو؟ اسحب. غلط سحبتك بس يلا. نتعلم بعدين. ثبتها على كتفك. يلا. ثبتها زين. هسه شو اسوي؟ فرضه وشايل. ماشي. هيك؟ اي يلا. وقف مكانك. لا حد يتحرك. لبس سلاحك. لا حد يلتفت. ترى ارمي. اقفوا مكانكم. لبس سلاحك. لا حد يلتفت. ترى ارميكم. ثريا عافية، اقتل نيلي ولا تقتله؟ اسكت حاير. موت نيلي ولا تموتها؟ هاي حبيبتي وخطيبتي. شو تريد انطيك؟ مال حلال؟ شو تريد انطيك؟ هاي حبيبتي واحنا راح نتزوج. اسكت حاير. ليش؟ تعال اقول لك. شنو تعال؟ منين تعرفين هذا؟ ما اعرفه، بس انت منو قال لك تحكي؟ انا فديتك بعمري. تعرفين شنو فديتك بعمري؟ ومستعد كل لحظه افديك. ايش سويت فيه؟ دمرتني. الشيخ كاسر من زمان شايل بخاطره على بيت ابو عقاب. اظن عقاب راح يكون ضحيه هذا النزاع. عقاب وحيد ابوه والمدلل عده، وابوه عنده استعداد يدفع كل ما يملك حتى يخلصه من قبضه الشيخ كاسر. والله عرف يلعب بيهم الشيخ كاسر. ليش يا السلطان؟ ليش سويت؟ كافي ملامس سعيد، يكفي القهر والندم اللي انا بيه. من ايدك، يا ما حذرتك يا ما نصحتك، بس انت ما تاخذ الحكي، وهاي تاليتها، كتلت زلمنا واحترقت بيوتنا.
وتالي وياك سعيد. يعني شلون؟ اقتل الروح حتى تخلصون من عندي؟ كافي يا اخي عرفوني كافي. صالح! نعم شيخ. شنو هذا الصوت؟ صوت زفة عرس شيخ. تطلع برا وتلغي لي العرس وتقول لهم ماكو عراس لحد ما يقرر كاسر. شيخ تحكي صدق؟ اي صدق. انا ما جاي العب وياك. احنا متحضرين على حرب. هي مال الاعراس. احنا وين والاعراس وين؟ تأمر شيخ. بسيطة ثريا. إذا ما أفجعك بهذا حاير بليلة عرسك مو أنا كاسر. وانا اللي دوم حاستك واقول ثريا ايش قد محظوظه، طلعتي مثل حظ بنت عمك. غير هذا اخوك المنحوس لو ادري ما كان طلعت وياه. بس حاير ما قصر خطيه، قال لك تني اني وعوف ثريا بنت عمي. وش والله ادري وما ناكره هالشي وفضله على راسي، بعدين مو غريبه على ابن الشيخ عقلان. بس انتي تعرفين بسالفتي. هسه هم رجعت احسدك، كل الشباب يحبوك يفتوك بروحهم واني ما حد يباوع علي. يلا بالله هسه انا جايبتك تحزديني لو تلقي لي حل، لقي لي حل. زين هسه هو هذا الحليو احنا لا نعرفه منين ولا نعرف عربهم، حتى اسمه ما نعرفه. شوفي انا اتذكر شغله، هو صاحب صوت عالي قال ليش دره ليش؟ يجوز هاي دره البنيه اللي خانتها قبلك؟ معقوله؟ يا مسكين يا حبيبي. زين هسه انا وين اشوفه؟ شلون اعوضه؟ شلون افهمه انه انا ما لي علاقه بدره وما راح اخونه مثلها؟ مو اقول لك انت خبله. هذا الوصف ينطبق على كاسر. لا شيخ لا، أنا بصراحة الشيخ عقلة ما أعتقد، لأنه لو كاسر ما يتركهم عايشين. كاسر إذا نهش الفريسة ما يفكها من أنيابه إلا وهي ميتة. يقولون صايح بصوت عالي وقايل ليش يا دره؟ هذه دره احنا بالعربان ما نعرفها، ويقولون كل ما يصير بموقف محرج يحلف براس دره واللي يحلف الحلفان يصير عليه. انا توسلت بيه قلت لك تني الي وعوفه له، لان احنا مخطوبين وبعد كم يوم نتزوج. هو شاب بعمري بس حسيت اتاثر من موضوع الزواج. هو هذا التوقع الصح، لأن من ذكره حاير بالزواج ذكر دره، وجو كانت خطيبته وبيناتهم مشاكل فتألم وعافهم وراح. قد يكون رأيكم صحيح والعلم عند الله، لكن بكل الأحوال هذا الموقف الصار مفيد إلك حاير، لأنه ثريا عرفت أنه حاير ايش قد يحبها وممكن يفديها بحياته. انت عزيز وغالي شيخ قاصد، وامر باللي تريده. تسلم شيخ كاسر، ما يأمر عليك ظالم. بصراحة أنا جايك طارش لأجل أن نحل النزاع اللي بينك وبين أبو عقاب. جيتك على العين والراس شيخ قاصد، لكن شنو؟ لكن اجيت متأخر وانا تغير رأيي. شلون يعني؟ يعني تقول له لابو عقاب يقول الشيخ كاسر تنفذ طلبي وتسلمني سلطان قبل لا اسلمه راس ابنه. شلون؟ عقاب
جايب عقاب يمك. الشيخ قاصد، عندي زلم عيونهم بكل مكان، وعقاب فريسة صغيرة ووقعت بين ايديهم. ماشي شيخ، يوصل كلامك. مع السلامة. الله وياك. شلون؟ وصلت بيه المواصيل يخطف ابني. الصراحة شيخ، هو بلغني كلام أخطر من خطف عقاب. وشنو هذا الكلام شيخ قاصد؟ هو يعتبر عقاب رهينة عنده، ويطلب من عندك أنه توصل ابن أخوك سلطان اليمة، وخلال يومين، وإذا ما وصل سلطان راح يدز لك راس عقاب. شنو هالحكي هذا؟ شبيه هذا؟ تخبل. تهدى بالرحمن شيخ، قول يا الله كل شيء له حل. استريح استريح، ارتاح، اتوكل بالله واستريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصراحة أنا أشوف أنه تقعدوا يا جماعتك العشيرة والوجهاء وتتباحثون بهاي المصيبة، عسى ولعل تطلعون بحل. كاسر تعدى حدوده، ولازم نوقف عند حده. لازم. البارحة هاجمنا وحرق بيوتنا، واليوم يخطف ابني. ليش هو ما يعرف شيخ ابو عقاب منو؟ عنده زلم تغطي عين الشمس. اي والله باشاره منه لنقلب نهار ظلام. يا جماعة الخير، هدوا اعصابكم، ترى هذا الموضوع ما ينحل بالعصبية ولا بالصياح، وكل شيء محلول ان شاء الله يا شيخ. خير خير ان شاء الله. خير. ها شلون مسباع كاسر؟ ما دام عايشين بخيرك احنا بخير والحمد لله. عافية عليك عايد، الحماس اللي انت بيه يعجبني كلش. اسمع عايد، عقاب تحت مسؤوليتك، اذا صار شيء على عقاب راح حاسبك الك، انت فاهم؟ صار عمي صار. والاهم من هذا كله، اي شيء تشوفه مشبوه او انكشف مكان عقاب، حتى لو كان من رجالنا، ترفع بوجه السلاح ولا تخاف منه. تمام؟ ابويا قال هذا كاسر شيخ الهيمه. كاسر شنو؟ تعرفين كاسر منو؟ كاسر قاطع طرق وسلاب، وهذا الشاب ما مبين عليه هيك. يعني هو لو كان سلاب مو كان سلبنا؟ عمي وحاير يقولون هذا الشاب خطيبته خاينته، وتأثر من قال له حاير هاي حبيبتي وخطيبتي. لا أنا لازم أروح وافتهم من عنده شنو الموضوع. عزل عزاج، أنت خبلة وين تريد تروحين؟ يعني وين أريد أروح؟ للمكان اللي شافنا به أنا وحاير. اسمعي ثريا، إذا رحتي والله راح أقول لعمي. كان أريدك تساعديني مو تأذيني. أساعدك يعني حافظ عليك، مو أخليك برجلك تروحين للموت. كاني ما يتقهر من قاعي. إذا ما افتهمت الموضوع شنو أموت من صدق. إذا ناوية على الراحة أخذي وياك حراس. وش أقول لهم؟ وين رايحة؟ قولي طالعة للصيد أو رايحة تشوفين مشارف القرية، خاف اكو شيء. المهم أي سبب يكون وياك حارس. شو مسوين هذول؟ شيخ هذا الزلمة معدة دكان مأجرة لهذا النذل، وهذا النذل صار له شهرين ما مطي ايجار، صار بيناتهم مشكلة وواصلة للشتم بعد ما مهدده باسمك. من هو اللي هذا هدد باسمي؟
شيخ أنا اللي هددت باسمك، قلت إذا ما يدفع لي الحساب اللي عليه راح أجي عندك وأشتكي يمك، بس هذا ما احترمك وظل يسب بيك ويشتم وفوقها يحكي عليه، والصراحة أني رحت الصايح وبلغته. فوق ما الرجال ما صابر عليك وما منطي حسابه، النوبة تشتمني وتدخلني بيناتكم. عفي عليك شيخ، بس خلي احكي لك. ايش تحكي؟ سد حلقك. صايح امرك شيخ. تاخذه للسوق والجلده هناك 70 جلده قدام كل اهل الديره، فهمت؟ على امرك يا بندر. اريده يصير عبره لكل واحد يحكي علي. تأمر شيخ. قالوا لك. بعد ما كرر. يلا. بعد ما كرر يا شيخ، سامحني. اسمح لي شيخ، في مان الله. والله وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله. أبناء العم، أنا جمعتكم اليوم من أجل مسألة حياة وموت، وهاي المسألة تتعلق بحياة ابني عقاب. اسمحوا لي يا جماعة الخير، اسمحوا لي. السامع منكم والما سامع، ابن عقاب مخطوف عند كاسر ومرهون بالموت. شلون؟ هدوا يا جماعة، هدوا على كيفكم، أعصابكم. كاسر خيرني ما بين حياة ابني وحياة ابن أخوي، فأنا فكرت نعرض فدية على كاسر حتى نخلص ابن عقاب. لا شيخ لا، أنا اسمح لي، يعني هاي القرية بيها رجال وداعتك، رجال اللي تريدهم، لكنه يعني نرجع شيخ عقاب بفدية عيب علينا. ما أريد العشيرة تخسر أكثر مما خسرت. والله الرجال اللي ما يحبون شيخهم لا خير بيهم. كفو يا أبو سالم كفو. شيخ لا شيل هم الزلم، احنا كنا نروح ونجيب شيخ عقاب من هذا كاسر، وأنا أولهم. بارك الله بيك عامر، بارك الله بيك. شيخنا أنا جتني فكرة قلت أحكيها إلك من يطلعون الجماعة من الديوان. احكي لي اياها حتى اناقشها ويا الحاضرين. لا 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 لا، الناس ما تنحزر شيخ، أخاف أحكي لك الفكرة قدامهم وباكر توصل الكاسر، بعدين أنا وياك نتفاهم. الله يكون بعونك ابو عقاب على هذا الخيار المر. زين، ايش راح يسوي بعد ما خلاه كاسر بهذا الموقف المحرج؟ والله يا جماعة أنا اليوم جيت من عنده بصراحة، قلت له اجمع ربعك وأهلك وتفاهم وياهم، عسى ولعل يلقون حل المصيبة. ميسر الأمور إن شاء الله، ييسر أمره. انتوا يا جماعة ما ملاحظين كاسر يوم بعد يوم جاي يزيد شره على نفسه؟ الشيخ صدق كذب، ترى إذا هو بيه خير وشجاعة خلي يجي ديرتنا ويشوف الرد شلونه. احنا كنا مو سهلين، بس احنا نتشفى الشر. عموما أنا أشوف يا جماعة يعني تسيرون على الشيخ أبو عقاب وشوفوا صار ما صار وياه، وعسى ولعل يكون عندكم رأي يفيده. الله يقدم البيه الخير إن شاء الله. إن شاء الله.
اقول اذا قدرت تطلعني منها راح املي جيبك فلوس، وإلك مني ما تشتهي نفسك من حلال، بس طلعني. لا ما اقدر. ولك لا تضيع هاي الفرصه من ايدك، دا في ايدك اني. خاف اطلعك وتنساني بعدين. مو عقاب اللي ينسى ربعه، وهذا فضلك ما راح انساه منا ليوم الدين. ما اعرف شو اقول لك، حيرتني. لا تحير، اغتنم هاي الفرصه، لا تضيعها. وينك يا ولد؟ خليها بعدين نتفق، بعدين. عمر عمي. ايش عندك تاخرت يمه؟ لا ماكو شي عمي، بس ما يرضى ياكل. وخيولي اللي ياكل، ليش تدوخ روحك وياه؟ كسر خاطر عمو وحبيت اساعده. اسمع، طالع بشغله شوي وراجع، مو تغفل لو تنسى، خليك فطن وانتبه على عقاب وعلى جماعتك اللي وياك. ان شاء الله عمي. اي يا ابو سالم، الزلم وراحت لبيوتها. اي قول حكايتك. والله يا شيخي انا يعني بصراحه ما ردت احكي موضوعي قدام اهل الديره جماعتنا، يعني اخاف ينتشر، وما حبيت هاي فكرتك مال يعني نرجع الشيخ عقاب بفديه، ابد ما حبيته. اي والحل؟ ابقي ابني لحد ما ينفذ كاسر وعده. كاسر ما يهزك بتهديد شيخ ابو عقاب. بس كاسر ما رفله جفن من حرق البيوت وكتل الزلم. تتصور ما ينفذ كلامه ويقتل ابني؟ شنو السالفه ابو سالم؟ انت مو تعرفه؟ اي شيخ انا عارفه كل الزين عارفه، بس انا ما اريد يقول كسرت للشيخ ابو عقاب وخضع لي، اريدك دائما مرفوع الراس. بعد سواي السلطان انا ما بقى لي وجه بين اهل ديرتي. اي حقك. ومتأخجل من الصغير والكبير. الله يسامحك يا ابن اخوي، نزلت راسي بعد ما كانت مرفوعه. ان شاء الله تبقى مرفوع الراس طول عمرك شيخي. اي والله يعني، بس على العموم انا اقول لو احنا مثلا يعني ندز على عزيز راعي غنمي، نجيب عزيز راعي غنمي ونوديه يدور على ديرة كاسر حتى يشوف لنا مكان عقاب وين. ها يعني هذا ترى فطين وما يخاف، شجاع، يروح يشوف لنا السالفه ويجي. بس احنا لازم شويه نبرطل له، يعني نعطي كم فلس حتى نشجع الشيخ. ها شنو رايك؟ بس احنا بعد ما عندنا وقت ابو سالم. هذا كاسر ما يتراجع عن كلامه ويروح يقتل ابني قبل ما يندل عزيز مكانه. لا تخاف، لا تخاف، عزيز يندل مكانه وداعتك يندل مكانه كل زين، راح يوصل لهناك وان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا بس هسه ندز عليه وخلنا نتفاهم وياه، ان شاء الله يجيب لنا خبر زين ويريح قلبك. اخوي قوم صيح. اي اصيح، الله يصبر قلبك شيخي. شيخ انا اترخص. ابقى عندي حكي وياك، تعال اقعد. امر. ايش بيك صايح؟
أشوفك مو على بعضك، لا أنت ولا متعب، واحد ما يجرى الثاني. متعب يصير يمي، أنت تفارقنا وتروح. أنت صرت هنا، متعب ما يحب يشوف مكانك. اكو شي صار بيناتكم وانا ما اعرفه؟ شيخ، متعب مو على قلبنا. شفت منه شي خلاك تشك بيه؟ لا شيخ، ما شفت منه شي. لا عاد شلون عرفت؟ ما اعرف شو اقول لك شيخ، بس احساسي ما مرتاح له. صحيح. اذا طلع احساسك صحيح راح اخليك على راسي وافتخر بيك بين كل رجالي. اما اذا طلع غلط تعرف حسابك شلون. راح احاول اثبت لك كلامي. توكل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل استريح، تفضل. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير شيخ. شيخنا هذا عزيز اللي قلت لك عليه. عزيز، انت تدري احنا وين راح نوديك؟ يا عمي انا خادمك، وين ما تريد اروح. بارك الله بيك ولدي. كفو منك عمي شيخ ابو عقاب. شفت ان شاء الله عمي ابو عقاب ما يقصر وياك بكرمه. نعم من عم ابو عقاب، مشهود له بالكرم والعطايا. المهم يا عزيز يابا، اذا دليت لنا مكان ابن عقاب وجبت لنا اياه، الك مني 10 رؤوس غنم وفلوس خير من الله. شفت عزيز، شفت عمي ابو عقاب القد كريم. ايه والنعم منه، الله يحفظك عمي. مو بس هاي، ابن عقاب ما راح يقصر وياك، من يدري انت السبب بتخليصه. والنعم. حاضر عمي، من هسه اروح الديرة كاسر وادور على مكان عقاب. عافيه. يلا توكل بالله. في امان الله. في امان الله. في امان الله. امان الله. ها شلون شفت عزيز؟ الله كريم. الله إن كريم. شاء الله. إيه لا هو فطين وشجاع، ما يخاف. زين، واذا سالونا عنك ايش راح اقول لهم؟ قلهم اجوي مجموعة زلم تفاقة وما قدرت لهم وحدي، بس اول شيء روح اقتل كل جماعتك حتى لا يفتنون عليك. اقتل جماعتي؟ مستحيل، لا ما اقدر. كيفك؟ خليهم يفضحوك. زين، وانا وين اروح بعدين؟ هسه انت لا تسأل على هاي السوالف، روح اخلص من ربعك وتعال فك لي الحبل وبعدين نتصرف. روح يلا. ماشي.
هالظالم وما يشبع من الدنيا بعكسك تفتر حتى أقرب ناسك يتغير من الدنيا بعكسك تفتر حتى أقرب ناسك